جماعة إن شاء الله كلياتكم تكونوا بخير. وأخيرا اليوم عيد ميلاد ليام. ترارارا. عن جد كتير متحمسة اليوم للحفلة، هلا عم نحضر ونزين وهيك. مش شايفين وراي صرت عم نجهز يعني، بس بقيان لسه الزينة. جان عم ينفخ البوالين وأنا عم ساوي الأكلات وهيك، فإن شاء الله نلحق. هلا الساعة 12:20 دقيقة والحفلة رح تبلش الساعة 7، فإن شاء الله نلحق يعني على أمل. فالمهم يا جماعة لسه ما جهز حالي ولا شيء، لأنه بدي خلص أول شيء الأكلات وهيك، بعدين بدي جهز حالي. مثل ما شايفين لسه ما عملنا أي شيء. هون ديلا كمان لسه ما جهزتها، لسه بكير على فكرة، لسه الساعة 12:30، فقبل الحفلة رح جهزهم وهيك لبسهم. وليام نايم يا عمري، لسه بدي حممه ولبسه وهيك يعني. مثل ما شايفين هون جان يا جماعة هدول أكثر شيء عندي، يعني بيعلقوني فيهم كمان، فبدي بالعكس أسهل شيء الزينة. تعال حضر الأكلات وشوف كيف رح تتعب. هلا اثنين هدول أصعب من بعض، بس هذا اللي بفهم يا جماعة هو من امبارح عم قل له تعال نجهز، تعال ما رح نلحق كله بيوم واحد الأكل والزينة والأولاد. قال لي لا منلحق وفي يوم كامل معنا لنشوف إذا رح يلحق ولا لا. لا لازم نلحق، هلا نص ساعة لازم أخلص. دائما هيك بيعجقني وبصير بتوتر. إن شاء الله لحق يعني، أنا هلا متوترة قد الدنيا. هلا أصعب شيء هو نفخ البوالين، بس ينتفخوا البوالين يعني باقي كله سهل، بس هو إن شاء الله هيك شيء متعلي يعني. فخليني نخلصهم بسرعة لأنه ما ضل وقت كثير، كمان شغلة 4-5 ساعات 6 ساعات كترت يعني. فعن جد هي السنة مرقت بسرعة يعني، ما حسينا انه كيف مرق سنة وصار عمر اليوم يعني سنة. صحيح. فبصراحة يعني بوقت ديلا صارت سنة يعني حسينا استمتعنا بالوقت هيك راح شوي بطيء، يعني انه حسينا بالشعور انه طفل شلون عم بيكبر شيء، بس باليوم ما حسينا لانه صاروا 2 ويمكن تعودنا كمان مشان هيك ما بعرف. مرق الوقت بسرعة يعني، عم بتخيل انه كان من 2-3 يعني. فالسنة الماضية مثل اليوم كان اليوم بحضننا، فهو ولد الساعة 10:30 و10 دقايق، فمثل هلا كان بحضننا. صح. وعن جد بدي اقول له لليام انه كل عام وانت بخير، وان شاء الله هيك شوفك شاب وتحقق كل احلامك يا رب. امين يا رب. وعن جد احلى شيء صار معنا انه ولدت انت وديلدا كمان، وبكره اكيد بس تكبر كمان رح تشوف هالفيديو هذا فرح اقول لك اني بحبك كثير. كمان هون ديلدا كمان مبسوطه كمان ومتحمسه، عم تنفخ معي البوالين وعم تربط وشيء، فبصراحه مبسوطين كثير. وانا بحب هيك شغلات يعني، ما بعرف انا شغلات متعلقه بالاولاد وحفلات هيك شغلات بحب انا. فعن جد الواحد بيتاثر بهيك اجواء، انه الاولاد عم يكبروا بسرعه ونحن كمان عم نكبر يعني، الوقت عم يمرق بسرعه. فعن جد لازم هيك لحظات نحتفظ فيها، مشان هيك عم نصور لكم كل شيء حتى يضل ذكرى كمان. فهلا خلينا نترك جان ينفخ البوالين، ورح اقول لكم اذا انتم جداد اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس، حطونا لايكات كثيره، وكمان ادعمونا على هذا الفيديو. بدنا دعم نار على هذا الفيديو، حطوا لايكاتكم كومنتاتكم وقولوا ليام كل عام وانتم بخير. فايس يا جماعه هلا بدي لكم اذا انتم جداد تشوفونا لاول مره اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس، حطونا لايكات كثيره، وكمان شيروا الفيديو وابعتوا له كل رفقاتكم، هيك بتكونوا عم تدعمونا. وهلا خليكم مع الفيديو شوفوا كيف رح نحتفل بليام. شوفوا هلا التحضيرات، حطينا الطاوله هون، حطيت كل الصحون كمان هون مشان اعرف كيف بدي ظبط. فرح نعلق البوالين كمان هون لنشوف كيف رح يصير. على كل رح نصور لكم اول باول. يا جماعه بس حبيت ورجيكم كيف صار الديكور وهيك. شايفين البوالين لسه بده تظبيط، لسه ما خلصنا. هون قايمه اللقيان، شايفين الاغراض بكل محل، ولسه كمان الاكلات في منهم جاهزين ومنهم بقيان شوي نخلص. لسه رح نجهز حالنا كمان، وبدي ظبط هون كمان، وعندي كثير قصص. فان شاء الله نلحق. هلا شايفين الساعه قد ايه؟ الساعه 3:30، فالحفله رح تبلش الساعه 7 وهيك، فيا رب هيك نلحق. شو جان خبرنا كيف الهمه؟ والله شو تعبت والله من كثر ما شايفين شكله احرى بس عن جد لا بقلك الزينة على فكرة. لا بقلي؟ ايه هذا هيك ولا هيك؟ بالعكس هيك هون هيك؟ ما لا بحسها ما حلوة. هيك؟ شو رأيك نحطها هونيك على الزاوية أو هون، نحطها بشي مكان؟ أنا برأيي نحطها هيك على الطاولة هون بالنص، وقت نحط الطاولة هيك. ايه ما رح يبين التصوير، هلا راح نشوف على كله. فخلينا نركبهم ونشوف. ايه هلا يا جماعه بنورجيكم بعدين نخلص كمان، لانه ما له يعني لازم نلحق. ما بالضبط هذا وقت كثير، خلينا نخلص بسرعه شوي، 4 ساعات هيك شيء، فخلينا نخلص بسرعه ومشان نبلش. يلا هاي ديلدا صارت جاهزه يا عمري. شوفوا الجمال، شوفوا فستانها
واو، وهذا التاج وصيت له اونلاين فطلع كتير حلو مع الفستان والديكور. واو. يا جماعة واخيرا صار صرنا جاهزين. اللحظة الحاسمة بأيام نص ساعة يعني رح نبلش الحفلة وشي. فايس انا وجان صرنا جاهزين، شايفين فستاني صرت جاهز، سوسو لابسة ازرق وانا كمان لابس قميص وبنطلون ازرق، وليام لابس مثل جان، وديلا لابسه بالضبط. مثلي مثل ما شفتوا. فرجيتكم فستان ديلا. اعطوني رأيكم كمان هيك اعطونا رايكم بالتلبيقة. باللوك. وهلا رح نورجيكم الزينه، بس بالضبط. لبين ما اجهز الطاوله والاكلات كلياتهم بعدين بصور لكم، بس اكتبوا لنا رايكم بالكومنتات، شو رايكم باللوك. اكتبوا لنا كل شيء، ارائكم، ونحن نتقبل كل شيء حتى لو كان نقد وكل شيء، فاكتبوا لنا كل شيء بيحبونا واكيد أكيد. بيحبوا كل شيء فينا. نعرف. بس المهم مثل ما قلنا لكم هلا رح تورجيكم كل شيء، بس خلينا نظبط كل شيء على الطاوله ونظبط خلينا الوضع. نظبط لانه بس بقيان نص ساعه او بالضبط ساعه الساعة يعني. 6 تقريبا، بس نص ساعة يعني بيجوا لا العالم. الساعه 7 بنبلش لبين طب ما بيجوا نجهز كل قريبين. شيء وهيك. فيس عن جد منيح، الحمد لله انه لحقنا، بس في إيه شغله والله. كنت بدي اعملها فيه، يعني كذا اكله كنت بدي اعملهم بس ما لحقت صراحه. بالضبط. فعاد يعني طفينا هون، فقلنا بلا ايش نسوي، ما لحقنا. فهلا خلينا نخلص بسرعه قبل ما يجوا الضيوف وهيك، فبعدين بنورجيكم صور لكم. خليكم معنا، انتظرونا. وهيك يا جماعة صار كل شيء تمام وجهزنا كل شيء، كل شيء صار جاهز. بس ضل هلا نحتفل. عن جد الكيك طلع بيجنن. بس ضل نحتفل، طبعا عندنا ضيوف كمان هون موجودين، وهلا صار وقت الاحتفال ولازم نحتفل. هون ليام، شفتوا ثياب ليام الجديدة؟ ليام كمان صار جاهز، شوفوا صار كيف. عريس. انا وياه لابسين مثل بعض. فهلا يا جماعة خلينا نبلش حفلتنا وراح تشوفوا كل شيء معنا كمان. والكيك يا جماعة عن جد شكله كتير حلو، عن جد يسلم دياته، طلع بيجنن، كتير حبيت. هون ديلدا العسل. فيلا هلا خلينا نبلش حفلتنا. بسرعة. وهيك يا جماعة مثل ما شفتوا انه ما في تعبنا كثير حماس من بصراحة. كثر ما تعبنا. لا دي الساعة 10 بالليل، إيه. فعن جد تعبانين من الساعة 7 الحفلة بلشت، و يعني مثل ما شايفين على شوي رح ننام. تعبانين كمان، وعلى فكرة لسه على الاغراض على الطاولة موجودين، فما ما بعرف شلت أي شيء، رح يضل فالأكل بكرة رح هيك يعني. شيل، الباقيان من الأكل رح شيل، والباقي الأغراض بكرة رح نرتب وننظف هيك، لأنه عن جد أنا ما دخلت. لكنا صرنا قد إيه، يومين 3 أيام، وكله راح غلطانين. ساعة، ساعة ونص، ساعتين يعني. بس عن جد كثير بس انبسطنا كثير، كان كثير حلو. الحفلة كثير كانت بتجنن، وكثير يعني هيك فرحنا انبسطنا. بس اليوم ما كان نايم، فشوي
يعني اتضايق، بس اخر الحفله بعد ما خلصنا كل شيء صار يرقص. يعني بتعرفوا الاولاد يعني الا بالعكس لازم دايما هيك، بالعكس بيكونوا. امبارح كان في عندنا للاسف يعني ايه والله امبارح كان في عندنا حفله عيد ميلاد، رحنا كان مبسوط وعم يرقص، بس اليوم عيد ميلاده كان مزعوج مزاجه ما بعرف كيف. بس بعدين الحمد لله انه غير جو هيك، فالحمد لله انبسطنا يعني، والاولاد انبسطوا ويعني رقصوا واكلنا كيك وكل شيء، يعني انبسطنا يعني. فكان على بالي انه نعمل حفله كبيره واعزم كثير يعني رفقاتنا وهيك، بس صراحه مثل ما شفتوا كنا مرضانين، وجان لهلا مرضان على فكره. هلا انا مرضان، لسه صوتي كمان مبين كمان يعني، فللاسف فما قدرنا نعمل حفله ونعزم كثير رفقات وهيك، فعملنا الحفله بالبيت مع قرايبينا المقربين وهيك. يعني حفله كانت بسيطه وين ما انا بالبيت يعني، مشان كمان نحن كتار كنا يعني شيء حوالي 15 18 شخص كنا يعني. فبتعرفوا بيوت السويد كيف يعني هيك. وحفلات بالبيت كمان يعني مو قصه ممنوع، بس مو حلوه مشان الجيران كمان. ولانه اليوم كان دوام وبكره دوام، فيعني فهيك قضيناها. فكمان حلوه انبسطنا كمان، ونعتذر يعني كمان منكم انه في شيء نواقص شيء كان يعني، بس انه يعني حفله منزليه هيك كانت. فكمان بنشكر اللي اجوا على الحفله وشاركونا فرحتنا، وكمان يلي ساعدونا كمان عن جد شكرا لهم. فايس يا جماعة هلا بنكون وصلنا لنهاية الحفلة. بتمنى يكون عجبكم اليوم حفلة اليوم وعيد ميلاد ليام كمان. فإذا عجبكم الحفلة وعم تشوفونا لأول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، حطونا لايكات كثير وشيروا الفيديو كثير ليوصل لأكبر عدد ممكن، تكون عيلتنا أكثر. هلا صار فينا نقول بحبكم كثير، ديروا بالكم على حالكم، باي باي.